عمرك تخيلت مكتبة فيها ملايين الكتب وأكتر من أي مكتبة في العالم؟ مكتبة الإسكندرية الجديدة اتفتحت سنة 2002 على البحر المتوسط، في نفس المكان اللي كانت فيه المكتبة القديمة أعظم مكتبات العالم القديم. المكتبة الأصلية اتبنت في عصر بطليموس الثاني وكان فيها آلاف المخططات النادرة، بس للأسف اتحرقت واختفى معاهم علم ضخم. دلوقتي المكتبة الحديثة بتحتوي على أكتر من 8 مليون كتاب، ومعاها 6 مكتبات متخصصة زي مكتبة الطفل، مكتبة المكفوفين، ومكتبة الوسائط المتعددة. كمان فيها 4 متاحف: متحف المخطوطات، متحف الآثار، ومتحف السادات، ومتحف تاريخ العلوم. المبنى نفسه تحفة معمارية معمولة على شكل قرص شمس بيشرق من البحر، والحوائط الخارجية منقوش عليها حروف من كل لغات العالم. السياح بييجوا مش بس علشان الكتب، لكن كمان علشان المعارض والندوات اللي بتتعمل هناك طول السنة. يعني المكان ده مش مجرد مكتبة، دي مركز ثقافي عالمي بيجمع التاريخ مع الحاضر. قول لنا دلوقتي، لو دخلت مكتبة الإسكندرية هتبدأ منين؟ من قاعة الكتب ولا المتاحف؟